السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معايا في اسماء في المطبخ. النهاردة جايلكم بفيديو جديد. حطي لايك للفيديو واشتركي معايا في القناة لو اول مرة تشوفيني من كلمة اشتراك الحمراء اللي تحت الفيديو، وكمان فعلي الجرس عشان يجيلك اشعار بكل الفيديوهات اللي انا بنزلها. النهاردة يوم جديد ويوم جديد. تعالوا بس قبل ما نبدأ نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده بقى كده يوم سمك. انتوا عارفين ان احنا من عشاق السمك، مش ساعات بنطول عليه كده او مش بنعمل كتير، بس ايه يعني بنحب نعمل كده كذا نوع ونجرب انواع جديدة زي النهارده كده. عندنا سمك بلطي ومعاه كده سمك قاروص، اللي هو الصغير مش الكبير، الوسط يعني. فتعالوا كده بينا نشوف هنعمل ايه وهنعمله ازاي. انا وبشتري عند راجل بصراحة قال لي جربي القاروص ده مقلي مع البلطي كده هيعجبك، فقلت ايه اخده كده واجربه. فاول حاجه بقى عملتها، وعايزه اقول لكم ان انا المكان اللي انا مشتريه منه نضيف جدا، يعني زي ما انتم شايفين انا بدي السمك مجرد شطفه بسيطه، لكن هو من جوه مغسول كويس بفرشه ونضيف وما فيهوش اي حاجه، مجرد بس ان انا بعيد عليه الغسيل عشان خاطر ايه يبقى نضيف وكده. المهم بقى ايه، بعد ما نقعته وظبطته، تعالوا بقى نشطفه كده شطفه سريعه، وبعد كده ايه نجهز الخلطه بتاعته اللي احنا هنجهزها. عايزه اقول لكم بقالي حوالي اسبوع كده ما صورتش. بصراحه ببقى يعني مشغوله جدا والفيديو ده اصلا بقاله كتير عندي، بس بقاله يعني كذا يوم، ومن كتر ان انا مش بلحق ان انا منتجه عشان كده ما كنتش عارفه انزل لكم فيديو. المهم بقى هنا ايه، اتخلصت كده من كل الحاجات اللي انا مش عايزاها في السمك، ونضفت كده كل الكميه اللي عندي اهو زي ما انتم شايفين، ما شاء الله ما اخدش معايا حاجه، لان هو اصلا كده كده نضيف اهو زي ما انتم شايفين كده. انا بس بعيد عليه اهو، ده السمك القاروص اللي انا بقول لكم عليه. هو يعني ناعم كده من بره، وايه ولحمته كده من جوه عامله زي اشبه بالمكريل شويه. المهم بقى ايه، نضفنا كده وظبطنا، وكنت مطلعه بقى من الفريزر الحاجات اللي هنعملها، وعايزه اقول لكم النهارده نعمل اكل، وهنعمل كمان حاجه حلوه اللي هنحل بيها بعد الاكل. طلعت بقى الحاجات من التلاجة، برطمان كده الفلفل الدقة اللي ماما كانت عاملahولي ده اللي انا بستخدمه بقى في بتنجان، في سمك، زي كده تتبيلة سمك، بس بحب ان انا اظبطه قبل ما استخدمه. المهم بقى كده ايه، خلصنا كده كل كمية السمك اللي عندي، اظبط بس الحوض كده واصفيه من المية اللي فيه، ولو في اي حاجة اشيلها. وتعالى بقى ايه نظبط نبدأ ان احنا نجهز السمك. هنا بقى كنت غسلته بالصابون والسلكة كده، وعشان انضفه من مكان زفارة السمك. وبعد كده ايه، هجيب بقى الليمون، واجيب هنا بقى يعني ايه، الاول بدأت بقى ان انا امسك بقى يعني ظبطت السمك وخلصته. حطيته بقى في الحوض تاني، بحيث ان انا ايه هبدأ كده ان انا افتحه وان انا احشيه بقى بالخلطة دي. جبت كده معلقتين حلوين من الدقة دي، وزي ما قلت لكم ان الدقة دي عبارة عن فلفل ومضروب في الخلاط، مع ليمون وكمون وتوم، ومتشال في البرطمان زي كده. عايزه اقول لكم ممكن يقعد معاكي بالسنه في درج التلاجة، في الباب بتاع التلاجة، من غير فريزر ولا اي حاجه. المهم بقى ايه، عايزه اقول لكم بينفعني كتير بصراحه، ربنا يبارك لها ماما اللي اديتهولي. بينفع معايا زي كده في سمك، بعمل بتنجان مخلل، ممكن ان انا بعمل بابا غنوج اخد منها معلقه، يعني الصراحه بينفعني كتير. المهم بقى هنا ايه، جبته خدت منه معلقتين كبار، وبدأت ان انا اظبطه. طبعا انتوا عارفين السمك بيحب الكمون والكزبره الكتير، فعشان كده حطيت معلقه مليانه كمون ومعلقه زيها كزبره ناشفه. وحطيت بقى ايه، ظبطت ليمون كتير بقى عشان انتوا عارفين السمك بيحب الليمون، والملح بتاعه متظبط. المهم ايه، وبعد كده بدأت كده ان انا امسك السمكه واحده واحده، وان انا افتحها. وعايزه اقول لكم هو الحجم بتاعي النهارده متوسط، مش كبير يستاهل ان انا اعمل له فتحتين، في نفس الوقت مش صغير قوي، يعني بديله كده فتحه في النص عشان ادخل ايه كل التتبيله اللي فيه، عشان يعني ادخل جوه التتبيله دي عشان يبقى طعمه كده من جوه متملح وحلو. اللي حاساها كبيره شويه ممكن اروح ايه مديها فتحتين كده. طبعا بعمل على الجنبين عشان خاطر ايه يبقى لحمه كده كله متبل. هجيب بقى كده معلقه صغننه، وابدا كده احط من بره ومن جوه وفي الفتحات دي، لغايه ما ايه احس ان السمكه كلها شربت من التتبيله. وطبعا كل ما هتسيبيه وقت اطول، كل ما هتحس ان هو ايه اتملح واتظبط اكتر. احط بقى كده ايه في كل واحده وعند الراس بقى، وبصوا اظبطها كلها. عايزه اقول لكم السمك كان طازه، وكان طعمه ما شاء الله مسكر جدا وحلو. طبعا لان السمك في الشتاء بيكون طعمه حلو على عكس الصيف، يعني الصيف بيبقى حر وكده، السمك بيحب كده الجو البارد.
المهم بقى ايه، هنا مسكت السمك كله اهو زي ما انتوا شايفين. مسكت بقى بعد كده السمك القاروص ده بنفس التتبيله، ولا غيرت ولا بدلت، اديته بس فتحه كده، وبعدين حسيت ان هو لا صغير على الفتحات دي. المهم طبعا اللي انت عايزاه اعمليه. عندك كزبره خضراء تقدري تقطعي كده في التتبيله وتروحي ايه حاطه برضو مع التتبيله دي، هتبقى حلوه جدا. الكزبره بتدي ريحه حلوه يعني في الاكل. ظبطنا بقى كده السمك بتاعنا، وهي اهم خطوه هي التتبيله. تبلتي صح وظبطتيها هتطلعي بنتيجه حلوه. اهو زي ما انتوا شايفين كده خلصت كده كل كميه السمك اللي معايا. واخر معلقه دي برضو ايه احب هحطها كده بقى على الوش، عشان تبقى ايه كل السمك عندي متبل وتمام التمام. احب كده انضف مكاني وانا واقفه عشان خاطر ايه الدنيا تبقى نظيفه والتمام. هنحط بقى كده الجزء الاخراني ده، الحبه الاخرانيين على الوش، وخلاص على كده يكون السمك معايا اتبل وجاهز. هنا بقى ايه بدات كده ان انا اجهز الرز. بصوا انا ايه هعمل الرز النهارده اللي هو بالصلصه، الرز الاحمر. بس عشان كنت عايزه ادخل اعمل الحاجه الحلوه اللي هنعملها مع بعض دلوقتي، فقلت ايه اول حاجه اعملها تبل السمك واجهزه، بعد كده اجهز الصلصه واركنها، وبعد كده اخش ادخل اعمل الحاجه الحلوه، بحيث ان انا لما اجي اعمل بعد كده باقي الاكل يبقى ايه الحلو بتاعي داخل التلاجة. المهم بقى كده هنا جبت حله على النار وحطيت فيها زيت، كميه حلوه كده من الزيت. طبعا انتوا عارفين الرز بيتعمل بالزيت، رز السمك بالزيت. وبدأت كان انا اقطع البصل، وجبت بصلتين محترمين كده عشان ايه اقطعهم. قطعتهم بقى قطع صغيره كده، وهنسبك صلصه عادي جدا زي ما بنسبك اي صلصه. بس هنا انا بحب اكتر ايه، يعني في حاجتين بحب اكتر فيهم البصل: الرز بتاع السمك والمحشي. كل ما بتكتري البصل فيهم بيبقى حلو. جبت بقى كده كم قطعه فلفل اخضر، يعني يدي نكهه معايا وريحه. وبدات كان انا ايه اشوح البصل. وطبعا انا كان عندي الصلصه جاهزه في الفريزر. بعد ما حمرت بقى البصل كده زي ما انتوا شايفين، بدات كده ان انا ايه اجيب الصلصه. حسيت انها مش هتنفع تتكسر معايا، انها كانت ايه جاهزه، كانت جامده جدا. فقلت خلاص انا هسبك الصلصه كلها، يعني الكيس كله. وبعد كده بعد ما تتسبك معايا اروح ايه شايله نصها كده في طبق في التلاجة. هتنفعني بعدها بيوم عملت مكرونه، هتنفعني مثلا عملت محشي، او كله بينفع. بغطيها في علبه كده واحطها في التلاجة. المهم هنا بقى ايه سبت الصلصه تتسبك معايا وحطيتها على نار هاديه. وهنا بقى تعالوا نبدا نجهز الحلو بتاعنا. جبت بقى نص كيلو من الكنافه، وكنت حاطاه في الفريزر عشان يتكسر معايا كده. شايفين هو بيتكسر تكسير. وطبعا دي ايه حلاوته، يعني ان هي لو هي فكه معايا مش هتديني النتيجه اللي انا عايزاها. انا عايزاها متكسره زي الشعريه كده. وجبت بقى سمنه كتير، طبعا هو عايز سمنه كتير. الكنافه هنعمل النهارده ايه كنافه بالمانجا حلوه جدا وهتعجبكم ان شاء الله. بدأت كده ان انا اكسر في كل كمية الكنافة اللي عندي. بصوا يعني انا بمسكها كده بفركها بايدي بتتكسر معايا. ده طبعا لانها ايه جاية من الفريزر. وبدأت كده ان انا اشوح فيها زي ما انتوا شايفين. وطبعا لو انت جايباها طازة دخليها برضو الفريزر الاول كام ساعة تتجمد معاكي، وبعد كده ابدأي كسريها، لان هي طول ما هي طرية وتتقطع كده زي الشعر هتلاقي ايه مش مدياك النتيجة اللي انت عايزاها. المهم بقى هنا ايه بدأت كده ان انا اشوح في الكنافة لغاية ما بدأت احمرت معايا زي ما انتوا شايفين. وبدأت كده ان انا اضيف لها ايه سكر. في المرحلة دي تقدري تضيفي عسل ابيض، تقدري تضيفي شربات، تقدري تضيفي سكر، اللي انت عايزة تضيفيه ضيفيه. المهم هتظبطي طعم الكنافة عشان يبقى طعمها مسكر. انا بقى هنا بعمل خطوتين: بضيف الاول شوية سكر كده واشوحهم مع الكنافة، وفي نفس الوقت ببقى مجهزة سيرب شربات او عسل ابيض، يعني زي ما انت حابة. بس انا بجهز شربات اهو تقيل شوية، وببدأ ان انا ايه اضيفه على الكنافه وابدا اقلب. طبعا هتلاقيه مسك شويه، لو قعد معاكي شويه هتلاقيه مسك، بس عادي هنبدا نكسره ونتعامل معاه عادي. لان طبعا لو انت استخدمت العسل هتستخدمي مع كميه كبيره جدا، ولكن الشربات هو هيغنيك على ده. انا بستخدم العسل على الوش في الاخر خالص. هنا زي ما انتوا شايفين كده خلصت كل كميه الشربات اللي انا عملتها، وبدات كان انا اقلب. بصوا يعني بحس ان هي اتكتلت او اتجمدت معايا بكسر كده بالمعلقه، يعني مش هتاخد معايا مجهود ولا اي حاجه. جهزت بقى الكنافه، وبعد كده بدات كده تاني خطوه ان انا ايه هنا في قفلت الكاميرا وجبت المانجا كنت مطلعاها من الفريزر، بس هي ساحت مني شويه، فعشان كده ايه بدات ان انا اقطعها لقيتها ايه سايحه معايا، فظبطتها كده على صينيه وقشرتها وجهزتها. بعد كده رحت جايبه 2 كيس من الكريم شانتيه و... وضفته كده في طبق، وضفت لها ميه متلجه، وبدات كده نضرب الكريم شانتيه. طبعا الكريم شانتيه بيتضرب بحاجتين: يا اما ميه متلجه يا اما لبن متلج.
بس لو الافضل الميه المتلجه، لان اللبن بيأثر عمر الكريم شانتيه. يعني لو قعدت عندك يومين 3 هتلاقي اللبن طعمه غير، الكريم شانتيه طعمها غيرت. عشان كده ايه بحب اضربها بالميه المتلجه. طبعا هنا بقى كنت انا بعمل حاجه تانية، فجوزي قال لي بقى ايه خلاص سيبها انا هضربها لك، وايه عقبال ما انت تخلصي اللي بتعمليه. المهم بقى هنا ايه زي ما انتم شايفين ما شاء الله طبق الكريم شانتيه بقى مليان، و يعني فضلنا نضرب فيه لغايه ايه، لو محتاج كان سنه ميه كنا بنضيف الميه المتلجه. المهم بقى ايه طبعا كميته بعد كده بتتضاعف لغايه ما بتوصلي للقوام المظبوط، اللي هي ولا خفيفه قوي زي الميه ولا تقيله جدا. المهم بقى ايه مسكت بقى الطاجن ده اللي انا هعمل فيه، انا هعمل فيه حاجتين. اول حاجه مسكت الطاجن ده، حطيت اول طبقه من الكنافه، وبعد كده طبقه كريم شانتيه، وبعد كده ايه طبقه من المانجا. زي ما انتم شايفين كده المانجا كانت سايحه معايا شويه، بس بصراحه كانت مسكره وحلوه قوي، على عكس مره كنت بعملها معاكم كانت خضره شويه. المهم بقى ايه طبعا الطبقات اللي تريحك، وعدد الطبقات اللي انت شايفاه. يعني طبعا لو حاجه غويطه زي اللي معايا دي بعمل كذا طبقه. هنا بقى فصلت معاكم وقلت ايه اوريكم الصلصه كانت اتسبكت معايا، وطبعا قفلت عليها ورجعت ايه شغلت عليها تاني، وغسلت الرز اللي انا هعمله وبدات كده ان انا اضيفه، وهقلب بقى وازود ميه. طبعا لازم تزودي ميه عشان الرز هيلزق منك. وطبعا انا شلت نص كميه الصلصه عشان ما تبقاش كتيره. وبعد كده رحت ضايفه ميه وظبطت الملح وسنه كمون برضو مع بحب احط في رز السمك كمون بس، وهديت عليه النار ووطيت عليها وايه وسبته يستوي. وطبعا الرز اللي هو بالصلصه ده لازم تقلبيه من وقت للتاني، عشان هتلاقي الصلصه بقيت على الوش والرز ركب من تحت. دي برضو معلومه مهمه لازم تعرفيها بالنسبه للرز اللي بالصلصه. هنا بقى كان في قطعه متجمده كده في النص، عملت بقى طبقه تانية من الكنافه، وبعد كده طبقه كريم شانتيه، وبعد كده طبقه مانجا تانية اهو زي ما انتوا شايفين. هنا بقى بس كانت حته قشره كده قلت اشيلها. وهنعمل بقى ايه طبقه كمان من الكنافه. بصوا ما شاء الله الكنافه متحمصه، طالما هي متحمصه معاكي حلو هتلاقيها بتنزل معاكي كده وتتفرد معاكي بسهوله، على عكس بقى لو كانت هتبقى فكه مش هتبقى حلوه معاكي. طبعا لو انت بتعملي في حاجه مش غويطه قوي ممكن تستكفي بطبقتين، بس انا بحب اعملها غويطه، بحس كده ايه بتبقى مليانه كده وبتبقى كذا طبقه وبتبقى حلوه. يعني مش مهم تبقى حاجه واسعه، بس المهم تبقى حاجه غويطه. ده يعني رايي او بالنسبه لي انا. المهم بقى ايه عملت كده طبقه كنافه تانية، ودينا طبقه كريم شانتيه كمان اهو. ان شاء الله شايفين الكريمه بتساعدني حلوه جدا وبتساعدني على ايه على الفرد. المهم بقى ايه خلصنا برضو كده كل كميه الكريمه، وهنحط كمان طبقة المانجا، وتقريبا كده كفاياها قوي 3 طبقات وهي اتملت وبقت ما شاء الله غنية كده وحلوة قوي. هنرص بقى كده اخر كمية حبة مانجا. وزي ما قلت لكم ان انا مش هعمل الطاجن ده بس، انا طبعا عندي لسه كريم شانتيه متبقي، وعندي مانجا، وعندي كنافة. يعني عندي لسه الحاجة بتاعتي هعمل كمان العلبة البلاستيك الصغيرة اللي على الجنب دي اهو كده زي ما انتوا شايفين. بس كده ظبطت كده الطاجن ده. اهم حاجه بقى ان انت تغطيه وتدخليه التلاجة. انا بحب اعمل ده في ده عشان بيبقى ليه غطا، وبدخله التلاجة بحتفظ على ما بيلقطش اي ريحه، وفي نفس الوقت ايه ما بينشفش وشه ولا اي حاجه. المهم بقى مسكت العلبه البلاستيك دي، كنت عايزه اعمل برضو باقي الكميه. هخلص طبعا باقي الكميه عشان ما اطولش عليكم انا مع نفسي. شايفين ما شاء الله الاتنين اتملوا وبقوا زي الفل، وكان عندي كمان باقي كنافه متبقيه كده على جنب زي ما انتوا شايفين. المهم بقى اخر خطوه انا التاني ده كده وزينته كده بشويه كنافه بالسكر كده على الوش. واخر خطوه بحب اعملها هي ان انا بحب اضيف عسل ابيض كده تقيل على الوش، بيديني طعم حلو ولمعه كده على الوش بتبقى حلوه. شايفين بقى الوش كده بيلمع، طبعا ده من العسل الابيض. الكنافه تحفه يا جماعه، جربوها بالطريقه اللي انا عملتها دي هتعجبكم جدا جدا جدا. شايفين ما شاء الله المانجا كمان مسكره وصفرة كده وحلوه، مش اللي هي الخضره. هنا بقى كنت ايه بدأت كان الرز بتاعي كان خلاص اتشرب وتقريبا استوى، وبدأت ان انا احمر في السمك. السمك طبعا القاروص كان طعمه تحفة تحفة جدا، قليته كله. وعملت كده طبق طحينة وطبق سلطة، طبق سلطة خضرا سريع كده، يعني ما فننتش فيه، يعني طماطمية خيارية كده وعملت ايه سلطة. والسمك البلطي كمان اتقلى كان معايا اهو. وزي ما انتوا شايفين الاكل بتاعي جهز على طول، ما اخدش وقت، عشان كده ساعدني ان انا اعمل حاجة حلوة كده جنبه.
زي ما انتوا شايفين كده اهو، عملنا الرز وغرفته كمان. انا بحب اغرف كده الرز كبير، في طبق كبير يعني كده، ناكل فيه مع بعض سيرفيس كبير. وادي كده السمك وخلاص. يبقى الفيديو بتاعي النهارده خلص، يا رب يكون عجبكم واشوفكم في فيديو جديد.